أول حراق مغربي في التاريخ غادي يحرق من المغرب للصبليون في التاريخ هو طارق بن زياد. جمع جيش من الأمازيغ، ركبوا الفلايك وقطعوا البحر قاصدين إسبانيا. تما طارق بن زياد حرق كاع الفلايك وقال لهم السقاس مباركي البحر من ورائكم والعدو أمامكم، أين المفر؟ هذا الشيء في 711 ميلادية. إيه الأيام تي مالكي عوجة دازت 13 قرن ولحد الآن مازال المغاربة تيحرقوا الصبليون. نقدر انا نحرق حوايجي ونحرق لحمي كامل وما نبقاش في هذه البلاد هذه البلاد انا ما فيها حتى شي مدمرين اختي في هذه البلاد هذه مدمرين خصنا نمشيو من هذه البلاصه ودابا نشاء. بغيت وليداتي يقراو باش ينقذوني باش يوصلوا باش ينقذوني. داكشي علاش جيت درت هذا الرجل وكنا غنموتوا اختي دابا. صافي عيني عماو بغيت نغامر على وليداتي. غير هو فرق كبير ما بين داك الزمان وهاد الزمان. المغاربه الاولى اللي حرقوا الصبليون مشاو فاتحين، وصلوا تما وبناو حضاره اندلسيه حاروا فيها العلماء. اما المغاربه هادو غاديين هاربين. غير هو طارق بن زياد تلات به الايام وفي خريماتو دارت ليه النقشه ولا بوهالي، هاز درباله ودا يحفظ ناقي ديال دمشق. وفي الستينات وفي السبعينات من اسبانيا كان حاكمها الجنرال فرانكو، كانوا هما الاسبان تيحرقوا المغرب وكيخدموا في الفلاحه وفي البني، والاسبانيات كانوا كيجيو كيخدموا في الديور عند المغاربه، وكانوا اللي تيجيو تيخدموا سربايه في القهاوي. كنا تنسميوهم الصبليوني الحازق او لبورقعه لانهم كانوا كيلبسوا درابل مرقعين. ايوا وتبدلات الايه ولاو المغاربه تيحرقوا الصبليون. ثم تنهد وقال يا ترى لماذا يهربون من احسن بلد في العالم؟ يهربون ثم عندما يصلون للضفة الأخرى وتطأ أقدامهم أرض الكفار يسجدون حمدا لله وكأنهم نجوا من جهنم الكحلة. فاعذروني سأكون قاسيا الليلة. السورفاتيي الدائليغ دائي قراني الدا، ما عندنا حرب، ما كاين اضطهاد، مملكة مستقرة الحمد لله، الأمن والأمان وكاين البنات، وما احنا دولة الأخ الأكبر اللي هدر عليها جورج أورويل. وياك ديما تيقولوا لنا باللي هذه هي بلاد الحق والقانون، وياك إسبانيا مملكة والمغرب مملكة، ياك بجوجنا كنطلعوا على نفس البحر، وياك غادي ننظموا المونديال ديال 2030، وياك الملحة باقا دايرة غير درهم. أنا بغيت نعرف غا زعما شنو المشكل بالضبط، وبلا ما نبقاو نقولوا راه غاطيش ديال الدراري الصغار وهادو راه مساكن ما عارفين والو. لا، كاين مشكل ومشكل كبير. كاين مغاربه كيريسكيو بحياتهم باش يوصلوا للضفه الاخرى، شعارهم الاخر يطفي الضوء. وماشي غير هادو، حتى ملي كتقرا التعاليق كلهم من طرف كلشي فرحان ليهم حيتاش وصلوا تما. وكاين مثل تيقول لا تلوموا الطيور على هجرتها بل تأملوا في الأحوال التي جعلتها تترك أعشاشها، فحين تضيق الأماكن بأهلها يصبح الرحيل أحيانا ضرورة لا اختيارا. فكاين ثلاثة ديال الاحتمالات، يا إما هاد الناس هادو مغسول ليهم الدماغ كيحسب ليهم باللي أوروبا جنة، ويا إما حنا اللي مغسول لينا الدماغ وتيحسب لينا المغرب جنة، ويا إما دابا يدوز القيد ونشكي عليه. ثم علاش المغرب طلق اللعبه د الايامات؟ ياك ما الاتحاد الاوروبي تعطل في الخلاص، ولا الخطه ديال استرجاع السبته ومن الليله اللي هضرنا عليها في الفيديو اللي فات راه بدات وحنا ما سايقين الاخبار. ايوا لا ما تقول لياش شي حاجه كاينه تما. وفي هذا الفيديو غادي نعيقوا بودن بن شيقر. هذا الفيديو تبعوا معايا مزيان، غادي يكونوا فيه 4 ديال المحاور. اشنو طاري بالضبط هاد الناس وصلوا تمايا، اشنو غادي يطرى ليهم، غادي نعرفوا قصه الصبليوني الحازق، تاريخ بورقعه، وياك اسبانيا مملكه والمغرب مملكه، شنو الفرق ما بيناتهم، فين كاين المشكل بالضبط. وهاد المغاربه الا مشاو تما واش مزيانه لامي مننا؟ نقول زعما مزيانه للمغرب لانهم غادي يوليو من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، غيوليو مغاربه العالم وغيدخلوا العمله الصعبه للمغرب. عادك تكون الخطه ديال المسؤولين ديال المغرب هي هذه اصلا، هي انهم يحرقوا. بمعنى واش المسؤول تيفرح وتيقول الله مزيان تهنينا منه، وفي نفس الوقت ولا مشروع غادي يجيب لنا العمله الصعبه. حيت ما نساوش ان مغاربه العالم كيدخلوا للمغرب كل عام الملايين ديال الدولارات من العمله الصعبه، اكثر ما كيدخلوا الفوسفات كله. مازال الفوسفات كتضرب عليه تماره. الفوسفات راه خصك تحفر وتجبدو وتدهنو وتخشيه وتحولو وقلب لما تبيعو وتشطر وشوف باش يلاه تدخل 99.8 مليار ديال الدرهم
وماشي كلها رباح. عندك هادو مغاربه العالم ولا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج كل عام كيديروا تحويلات بالدولار كتفوق 122 مليار ديال الدرهم، كتانجيكتا ديريكت في الاقتصاد، ما هاز ما حاط عليها داخله بارده. فواش زعما ممكن تكون الخطه هي هذه اصلا؟ هي ان سير خدم تما صيفط لوالديك وهكا كل شيء رابح. سيداتي سادتي، حلقه اليوم لماذا يهربون؟ وتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تزقلوا والو. على بركة الله نبداو. هاد السيمانة آلاف ديال المهاجرين أغلبهم مغاربة وفيهم بعض الجزائريين وشي من دول أخرى وصلوا لسبتة عمان من البحر ومن المعبر ديال ترخال نهار الأربعاء. رئيس سبتة قال أنه أكثر من 1500 شخص وصلوا، والسنتروات عمروا علفهم حتى ولاو الناس ناعسين في الزنقة. الغد نهار عيد العرش بالضبط الوضع انفجر. آلاف وآلاف ديال المغاربة أغلبهم شباب وفيهم نساء، عائلات بولادهم وحتى امهات بالردع ديالهم، دخلوا يا سباحه يقتحموا البوابات، لدرجه الاسبان قدروا العدد اللي وصلوا بكثر من 3000 شخص في سبته بوحدها. في الليليه كذلك طرات نفس المحاوله في نفس النهار. في السوشيال ميديا بعض الصفحات غادي تلقاو ارقام تتقول 40,000 مغربي اللي دخلوا لسبته. هذا الرقم مبالغ فيه جدا جدا وما صحيحش. اسبانيا والمغرب لانهم سانين الاتفاقيه ديال التعاون في الهجره، فاتفقوا انهم غادي يرجعوا كاع دوك الناس اللي دخلوا لسبته ومن ليليا غادي يرجعوهم للمغرب. السفيره المغربيه قالت ان المغرب باغي الناس ترجع للمغرب وفي اقرب وقت. وشحال ديال الناس ماتوا الله يرحمهم. للاسف الشديد بزاف ديال الناس غرقوا في البحر. البوليس ديال الصبليون حسبوا 18 شخص مات نهار الخميس الله يرحمهم. الصحافه ديال سبته هضرات على اكثر من 20 شخص اللي لقاو الجثه ديالهم، هادو اللي لاحهم البحر وبانت الجثه ديالهم. اما اللي باقي مفقود وباقي العائله ديالو ما عرفات عليه والو وباقي لحد الان ما بانش ليه الاثر، فالرقم غادي يكون مخيف ونسال الله السلامه. ودابا واش المغرب بالعاني دار عين ميكا وخلى البشر يدوز؟ بليون الحكومه والمخابرات ديالها تتقول ان المراقبه المغربيه نقصات فعلا في الايام اللي فاتت، ان عناصر الامن المغربيه اللي نورمالمون خصهم يكونوا شادين العسه بعض النقاط اختفاو لساعات، لدرجه ان عائلات دازوا على رجليهم وعادي. فالصبليون تيشكوا ان شي حاجه ماشي هي هذيك طرات. طبعا هذا الشيء تزامن مع عيد العرش والاستقبال الرسمي ديال عيد العرش اللي كان في مدينه المضيق، وحضروا كبار المسؤولين الامنيين والعسكريين اللي منهم عبد اللطيف الحموشي وقائد الدرك الملكي. فاللي طرا هو كانت تعبئه امنيه استثنائيه في المدينه، وكان الدرك على البوليس وعلى القوات المساعده. وفي المقابل القوات المغربيه تدخلات، لكن من بعد دخلات بقوه ودارت دوك التيوات ديال الماء ودارت الحواجز ديال المراقبه. دابا هادو اللي وصلوا، هادو اللي صافي دخلوا لسبته دخلوا للمليليه، اشنو غادي يطرى لهم؟ اشنو الحقوق ديالهم؟ واش غادي يرجعوا كل شيء للمغرب بحال كبوا الماء في الرمله، ولا بزز عليهم يستقبلوهم ويصوبوا ليهم الوراق؟ اسمعني مزيان مزيان، كاينه قاعده وحده ما كتبدلش، واخا المغرب يقول لهم رجعوهم ما غيرجعوهمش، لان اسبانيا كتبع القانون ما كتبعش التليفون. والقرار الاخير ديال المحكمه العليا الاسبانيه اللي خرج نهار 8 يوليوز في هذا الشهر نيت كيتعرضوا له الجوارديا كوستيرا في البحر، هو تيعوم غادي يدخل لسبته، ما يمكنش يرجعوه، ولا حتى الا شدوا الجوارديا فورنتريزا من بعد ما تيفوت داك السياج ما بقاش غادي يرجعوه، ولا بد يدوز من المسطره القانونيه. هذا قرار حقيقي خرج مؤخرا وشبكات التهريب راه استغلاته. فاي واحد تيوصل لسبته ولا تحت سيطرة السلطات الإسبانية، إسبانيا ولات مسؤولة عليهم قانونيا. هادشي ما كيعنيش راهم سوقروا الوريقات، ما كيعنيش غادي ياخذوا الإقامة، ما كيعنيش ولاو لاجئين، وما كيعنيش انهم غيمشيو لمدريد. فاول حاجه غادي توقع عليهم غادي تشدهم وغادي تقيدهم واحد بواحد بتصاورهم بالبصمات، وغادي تدخلهم في قاعده اوروداك وتسولهم كاملين واش باغيين طلب اللجوء، وهذا الشيء في حدود 7 ديال الايام. من بعد هاد الناس غادي يتقسموا 3 ديال لي جروب، 3 ديال المجموعات. المجموعه الاولى هما الراشدين ولكن ما طالبينش اللجوء، هذا الشخص دخل بلا الشروط القانونيه. اسبانيا تقدر تصدر في حقه القرار ديال الارجاع للمغرب، يعني انت مني جاي وما باغيش اللجوء، لاش جاي اصلا؟ اش جاي دير وداخل بطريقه غير قانونيه؟ راك ليا
اللي طالب اللجوء فوا تتقول انا طالب اللجوء، هنا تتولي هضره اخرى. الصبليون ما عندهمش الحق يرجعوك للمغرب حتى يدوز الطلب ويشوفوا واش غادي تقبل ولا غادي ترفض. الطلب ديال اللجوء هو ماشي واحد الكلمه سحريه غير تتقولها تيقول لك الله مرحبا دخل اوروبا ديالك، لا خاص اثبات فعلا انك الا رجعتي غادي يكون عليك خطر حقيقي. يعني هذوك الحجج راه ما كافياش ديال انك تقول ولا راه المغرب بلد فقير، ولا راه ما عنديش خدمه، ولا راه عجباني اسبانيا باغي نعيش في اسبانيا. هذا الشيء ما واكلش. الا كانوا هادو هما الاسباب تيقول لك حنا مالنا، رجع للمغرب وطالب هذا الشيء في بلادك. وثالث فئه هما القاصرين، هادو عندهم حمايه خاصه وما كيرجعوش حتى كيتاكدوا من العائله ديالو وكيعطي واحد الاستقبال خاص وكل شيء. شنو الفرق ما بين المغرب والصبليون؟ ياك هذه مملكه وديك مملكه. ملي تيكون عندك جوج ديال الدول جيران وعندك الناس ديال هاد الدوله كيبغيو يمشيو للدوله الاخرى باي طريقه واخا تكون خطيره، ولكن لانفيرس ما كاينش. يعني ما كاينش اسبانيين باغيين يحرقوا للمغرب. فهنا كتوقف وكتقول كاين مشكل كبير، شي حاجه في المغرب ماشي هي هذيك، وشي حاجه عند اسبانيا اللي ما عندش المغرب. لكن ملي كتجي كتشوف وكتقول اشنو اللي عندهم وشنو اللي عندنا، كتلقى داكشي اللي عندهم عندنا. ما كاينش فرق. هما عندهم ملك، حنا عندنا ملك. هما عندهم رئيس الحكومه، حنا عندنا رئيس الحكومه تاعنا. عندهم وزاره، عندنا وزاره. بجوجنا كنطلوا على البحر الابيض المتوسط وعلى المحيط الاطلسي، والبحر ديالنا كبير عليهم، وحوتنا احسن من حوتهم، والثروات الطبيعيه اللي عندنا كتار من اللي عندهم. حنا عندنا الفوسفات، هما ما عندهمش. دونك باش فايتيننا؟ والجواب فايتيننا بزاف. وباش نوصلوا عليهم خاص يا اما طرا شي معجزه ونلقاو البترول، هذا هو الحل، ويا اما يحبسوا ما يديروا والو تا نوصلوا عليهم على خاطر. وهذا الشيء الصراحه خصو فيديو خاص باش نعرفوا شنو الفرق ما بين المغرب واسبانيا. فيديو اللي يكون عنوانه ياك مملكه شنو الفرق. الا بغيتوا قولوا لي في التعاليق. والمشكله راه حتى لهنا كانت اسبانيا دوله فقيره جدا. كانوا الاسبان تيحرقوا للمغرب وكانوا تيخدموا في البني عند المغاربه. كانوا الاسبان تيجيو للمغرب يدبروا على ريوسهم، كيجيو تيخدموا بالنايه ولا حماله ولا عطاشه في الموانئ، ولا كيخدموا في الديور عند المغاربه، حتى سربايه في القهاوي ديال المغرب. وكانوا كيتسماو بورقعه او الصبليوني الحازق لانهم كانوا كيلبسوا الدرابل مرقعين. وهذا الشيء غير في الستينات وفي السبعينات مني كان حاكمهم الديكتاتور فرانكو. دارت الايام، تبدلات الحاله، اش طرا وجرا حتى اسبانيا هربات بعجاله. حتى من بعد نديروا فيديو خاص نشرحوا بالتفاصيل. اسيدي اسبانيا في عام 1936 حتى 1939 عاشت وحده من اعنف الحروب الآلية في تاريخ البشريه. والسبب هو الصراع ما بين الناس اللي باغيين جمهوريه والناس اللي باغيين الملكيه، واللي نجح هما الناس اللي باغيين الملكيه. الجنرال فرانكو حكم البلاد بالديكتاتوريه وطبق السياسه ديال الاكتفاء الذاتي. هاد السياسه اللي تتقول نزرعوا ديالنا ناكلوا ديالنا وحنا ما محتاجينش لداكشي اللي على برا. وحكم اسبانيا حتى مات سنه 1979، وقبل ما يموت عين الامير خوان كارلوس باش يكون الخليفه ديالو. ملي مات فرانكو سنه 1975 خوان كارلوس ولا هو الملك. لكن في عوض ما الملك الجديد يكمل في الديكتاتوريه، لا حبس، فتح الطريق للديمقراطيه. كتبوا دستور جديد ديال سنه 1978 ولات اسبانيا دوله ملكيه برلمانيه ديمقراطيه. قبل هاد السنه بالضبط اسبانيا ما كانتش احسن من المغرب كان احسن من اسبانيا. قبل هاد العام كانت كتعيش من السياحه ومن الفلاحه ومن اليد العامله الرخيصه ومن التحويلات ديال الجاليه ديالها، نفس داكشي اللي عند المغرب دابا. من بعد ما اسبانيا ولات ملكيه برلمانيه ديمقراطيه والملك ما بقاش كيحكم بوحده، السياده ولات للشعب، ساعات بدا كيرجع الامل. فتحات الاقتصاد، جابت الاستثمارات، استعملات السياحه، استفادت من التحويلات ديال المهاجرين، بدات ودخلات للصناعه القويه وانتقلت للديمقراطيه. وخلاص سنه 1989 دخلت اسبانيا للمجموعه الاقتصاديه الاوروبيه اللي من بعد ولات هي الاتحاد الاوروبي. تما صافي اسبانيا ولات اسبانيا، وبرقعه ما بقاتش سميتو برقعه، ولات سميتو ستيل اسبانيا. مزيان. دابا من بعد ما غصنا في التاريخ وعرفنا بزاف ديال الحوايج، اجي نرجعوا دابا للفيلم اللي داير دابا واللي هو الحراقه المغاربه اللي غادي يمشيو لاوروبا والاسبانيا، اللي من بعد هما مشروع باش يوليو الجاليه المغربيه ولا المغاربه العالم اللي غادي يدخلوا للمغرب 122 مليار
ديال الدرهم من العمله الصعبه، تيدير لهم عمليه مرحبا وتيراري بهم. علاش؟ وراه بزز منه، راه تيدخلوا الدوفيز. المغاربه ديال العالم عندهم اهميه كبيره في المغرب، حيت كيدخلوا كل عام مليارات الدولارات من التحويلات. هاد الفلوس كتعاون الملايين ديال العائلات في المعيشه، في العلاج والدراسه وفي السكن، وكيحركوا جزء كبير من العقار ومن التجاره ومن السياحه والابناك. كذلك كتدخل المغرب العمله الصعبه اللي كيحتاجها باش يستورد البترول والقمح والالات ويحافظ على التوازن ديال الدرهم. يعني شوف المفارقه، المغرب اللي كيحارب هاد الحريق في الحدود هو نفسه كيتنفس، او الاقتصاد المغربي كيتنفس من التحويلات اللي كيديروهم الناس اللي خرجوا من هاد الحدود. قبل ما تيوصل تما كيتسمى حراق، كيتسمى مغامر بحياته، لكن من بعد من كيصاوبوا ريقاته وتيصايب حياته تمايا تيولي كيتسمى مغاربه العالم، وكدار ليه عمليه مرحبا. السؤال ماشي علاش هربوا، السؤال علاش محتاج هو يخرج عاد باش تولي عنده قيمه اقتصاديه كبيره بالنسبه للبلاد. وختاما الله يدير فيها الخير. سيداتي سادتي، حلقه اليوم سالات. شكرا لكم بزاف على المتابعه. ما تنساوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. فين هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. كان معاكم خوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير.